السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة يوميات عماد وداليا والمجالس. طبعا أنا بلاحظ إن في ناس كتيرة جدا بتجري في كارت الخدمات وتقعد تعمل إشاعات وتقارير وبرضه في كشف العربيات تعملوا إشاعات وتقارير وفي الآخر بيسقط. تمام. طبعا كل ده مجهود وفلوس ضايعة. فأنا فكرت أعمل حاجة اسمها استشارة. اللي عاجبه الحال ده هو على دماغي من فوق وانا تحت امره، اللي مش عاجبه ربنا يوفقه. تمام. وطبعا سامحوني انا النهارده عشان انا مكتب وبدفع ايجار، فما ينفعش اضيع وقت على الفاضي. اوكي. فاللي عايز او اللي بيفكر يحجز لكارت الخدمات، اوكي، قيمه الاستشاره عندي هتبقى بسيطه، يعني تمن بسيط يعني. اوكي. وهقعد مع الحاله. لو احنا لقينا ان عنده امل في النجاح هعرف العميل، ما عندوش امل يبقى هو كده وفر تعب ومجهود. اوكي. طبعا معلش سامحين، طبعا في البدايه العميل هيشرفني يدفع قيمه الاستشاره الاول. تمام. لو احنا لقينا حالته تنفع يبقى فلوس الاستشاره ديت هتتحط على فلوس الحجز، يعني هتعتبر اكنها فلوس حجز بس القيمه هتزيد حاجه بسيطه برضه. اوكي. لو لقينا مفيش امل يبقى هو كده دفع الاستشاره وريح دماغه بقى من مجهود وتعب وتقارير وروح وتعالى واطلع وانزل والحاجات دي كلها. نفس القصه برضه في كشف العربيات. اللي عايز برضه يحجز للعربيات برضه هعمل حاجه اسمها استشاره. اوكي. هيجي الشخص يشرفني ويدفع حق الاستشاره ويقعد معايا. لو الدنيا فيها امل هعرفه، ماشي. لو ما فيهاش امل هوضح له عشان ما يتعبش على الفاضي. تمام. ولو فيها امل برضه نفس القصه، فلوس الاستشاره هيتزود عليها حاجه بسيطه وتبقى هي كده فلوس الحجز. بس كده يبقى انت كده عرفت ايدك من رجليك، بدل ما تعمل تقارير وتدخ وتلف على الفاضي وفي الاخر بتسقط. لان طبعا زي ما احنا قلنا معايير النجاح اتغيرت. الناس اصلا مستغربه، ناس مستغربه انا جبت عربيه مره واتنين ازاي اسقط، وانا قبل كده منزل فيديوهات في شهر 4 وفي شهر 3 وفي شهر 2 بنبهكم الحاجات دي، بس للاسف الناس ما بتسمعش كده. يعني جيت في شهر 2 وضحت لكم يا جماعه خدوا بالكم اللي انا شايفه كده. طبعا انا بقالي 25 سنه، يعني يوم بيوم بشوف ايه اللي نجح وايه اللي ساقط باينين قدامي، فبقيت اعرف اقيم. تمام. فنبهت يا جماعه اللي انا شايفه كده معايير النجاح بيبتدي يبقى فيه تشدد. طبعا في ناس مش لطيفه وكلام ملوش لازمه، طبعا دول كنت بعمل لهم حظر. اوكي. اتضح دلوقتي ان كلامي صح. جيت برضه في شهر 4 اللي فات قلت يا جماعه خدوا بالكم كارت الخدمات دلوقتي بقى فيه صعوبه هو كمان. وبعدين كارت الخدمات بالنسبه للمعاق مهم لسبب، انت بتاخد معاشك هيقف لو الكارت انتهى، وبرضه نفس قله الادب من بعض الناس. تمام. وكلامي طلع صح ان كارت الخدمات بتاعه بيقف معاشه بيقف. اوكي. فالله يكرمكم مش عايزين نرهق بعض. وطبعا سامحوني انا طبعا النهارده كمكتب بدفع ايجار فما ينفعش اضيع وقت مع حد على الفاضي. اللي يحجز عندي انا عينيا الاتنين ليه وتحت امره، واي مساعده بعد الحجز دي مجانا. اي مساعده بعد الحجز مجانا. لكن مش حاجز عندي الله يكرمك بلاش تضيع وقت. الواحد ما بقاش عنده مراره ولا عنده جهد، ولا الواحد بقى مرفه زي زمان عشان يقول لك اديني قاعد فاضي نساعد الناس. يعني هذا واحد دخل لي السلام عليكم. عليكم السلام. انا حجزت وحصل ووصل مش عارف ايه. يا باشمهندس انا مكتب حجز ومعاك كشف بس، وسامحني انا مش بتعامل مع الناس غير مع الحاجز مع مكتبي. يقول لي قاعدين بتدردش ايه؟ هو انت قاعد فاضي ولا شفت انا قاعد فاضي؟ الواحد اصلا اقسم بالله من كتر الكلام والله العظيم الواحد دماغه هتضرب. فبلاش نضغط على بعض. اوكي. هعيد تاني انا قلت في اول فيديو عشان اللي ما سمعوش في اول فيديو، انا هعمل حاجه اسمها استشاره. قبل ما تطلع كارت الخدمات حضرتك هتكلمني وتشرفني في المكتب، هقعد معاك هتدفع حق الاستشاره في الاول. اوكي. هقعد معاك. لو حالتك مش نافعه هقول لك كده حالتك مش نافعه يبقى انت كده ايه وفرت على نفسك رايح جاي وتقارير ورسوم ووجع قلب ودوخ. تمام. لو حالتك هتنفع يبقى احنا بنضيف برضو جزء بسيط على مبلغ بتاع الاستشاره، ويبقى كده اكننا دخلنا استشاره في مبلغ الحجز، يعني انت كده مش خسران. تمام. نفس القصه في كشف العربيات.
برضو عايز تحجز مع مكتبنا الاول، هتيجي تقعد معايا في المكتب، هتدفع حق الاستشاره، اللي هي الحاله تمام والدنيا سهله زي الفل، توكلنا على الله. تمام. لو لقينا الحاله صعبه، برضه هوضح لحضرتك الحاله صعبه، يبقى انت كده ما خسرتش غير فلوس الاستشاره. تمام. طب لو حالتك تقبل، برضه هنزود حاجه بسيطه على قيمه الاستشاره، يبقى انت كده اكنها من ضمن فلوس الحجز. تمام. ليه؟ انت النهارده عشان تطلع كارت خدمات، طبعا انت عارف الاشاعات والتقارير هتخش لك فوق ال 2000 جنيه. تمام. وبرضه حجز العربيه بالحجز بفلوس الكشف بالتقارير بالاشاعات بالمواصلات برايح جاي، برضه دخلت لك في ال 2000 جنيه. ويعتبر دلوقتي احنا الحمد لله كده كلنا مفيش حد دلوقتي بقى لاقي ياكل. لكن مبلغ الاستشاره هيبقى بسيط، هيبقى انت كده يا اما هتعمل حاجه وهتفيدك، يا اما نوقف الحاجه المصاريف اللي على الفاضيه ديت عيلنا اولى بيها. اتمنى الموضوع يعجبكم، والموضوع يعجبه تحت امره كلمني. الموضوع ما يعجبوش ولا اكنه سمع مني حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.